هوندا من يوم ما دخلت عالم الماكس سكوتر قدمت أيقونة غيرت المفهوم تماما، الهوندا فورزا. في الفيديو ده هنغوص مع بعض في تاريخ فورزا، نشوف ازاي اتطور عبر السنين ونعرف ليه بقى واحد من أنجح وأشهر الاسكوترات في العالم. فما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، وخلينا نخش في الموضوع على طول. في بداية الألفينات سوق الاسكوترات في آسيا وأوروبا كان بيكبر بسرعة، الناس بقت عايزة وسيلة مواصلات تجمع ما بين الراحة والعملية والأداء القوي اللي يسمح بالسفر على الطرق السريعة من غير ما تحس إنك سايق وسيلة مواصلات صغيرة أو بطيئة. هوندا شافت الفرصة دي وفي سنة 2000 أطلقت أول نسخة من الهوندا فورزا 250 في اليابان. النسخة دي ما كانتش مجرد سكوتر عادي، لا، كانت بداية فئة كاملة اسمها الماكسي سكوتر. الفكرة إنك تاخد راحة السكوتر من حيث القعدة المريحة والتخزين الكبير، وتضيف عليها قوة وأداء يخليها تناسب المسافات الطويلة والسواقة بسرعات عالية. نجاح فورزا 250 في اليابان فتح الباب لدخولها أسواق تانية بسرعة، وخصوصا في أوروبا اللي بتحب فكرة السكوتر العملي والفخم في نفس الوقت. وده كان مجرد البداية لسلسلة طويلة من التطويرات اللي هنتكلم عنها في باقي الفيديو، فكمل الفيديو ده للآخر. بعد الإطلاق الرسمي سنة 2000 هوندا قدمت فورزا 250 كخطوة أولى في عالم الماكس سكوتر. الموديل ده كان متصمم مخصوص عشان يجمع بين الرفاهية والعملية في نفس الوقت، مع ذلك حافظ على حجمه مناسب يخلي السواقة داخل المدن سهلة. أهم مواصفات الجيل الأول كان بيجي بموتور 250 سي سي تبريد مائي شغال بنظام حقن الوقود العادي اللي هو الكربيراتير، مع نقل حركة أوتوماتيك سي في تي علشان السواقة تبقى سلسة وناعمة. الراحة كمان كانت نقطة مهمة، الكرسي العريض ودواسات الرجل الكبيرة خلت السواقة لمسافات طويلة مريحة جدا. تخزين طبعا شيء اساسي في اي سكوتر، مساحه ضخمه تحت الكرسي تكفي خوذتين كاملين، وده كان ميزه اساسيه بتخليه عملي جدا وناس كتير بتفكر فيه بسببه. حتى التصميم كان لازم يكون متعوب عليه، شكل انسيابي عصري بيعكس بدايه فئه جديده من الاسكوترات اللي كانت بتركز على الفخامه مش بس بتأدي الواجب وخلاص. في الفتره ما بين 2000 لحد 2004 الفورزا 250 بقى واحد من اكتر الاسكوترات مبيعا في اليابان. ده شجع هوندا تفكر في التطوير وانها تعمل نسخ احدث بمواصفات وتقنيات اكتر وتبقى اشيك كمان، وده اللي كان ظاهر في الجيل الثاني. بعد النجاح الكبير للجيل الاول هوندا قررت تخلي الفورزا متطور اكتر. سنة 2005 ظهر الجيل الثاني بنسختين جداد، فورزا زد وفورزا اكس، وده كانت خطوه كبيره في فئه الماكس سكوتر. التطويرات الاساسيه في الجيل ده نظام بي جي ام اف الجديد بتاع هوندا. لاول مره هوندا بتضيف نظام حقن الوقود الالكتروني عشان تحسن استهلاك البنزين وتخلي الاداء انضف وانعم. نسخه فورزا زد جابت معاها نظام فرامل اي بي اس، وده كان شيء ثوري وقتها في الاسكوترات لانه زود الامان بشكل كبير جدا، خاصه على الطرق اللي مش ممهده او طرق السفر. كمان طور التصميم، الشكل بقى اشيك بانسيابيه اعلى، راحه احسن، كمان الكرسي بقى انعم مع تعديل وضعيه السواقه عشان تكون مريحه اكتر خاصه للرحلات الطويله. المواتير نفسها ما كانش فيها تطوير كبير او حاجه تذكر يعني. في الفتره دي فورزا بقت بتتباع بره اليابان رسميا، خصوصا في اوروبا، بدا اسمها ينتشر كخيار فاخر وعملي في نفس الوقت. مع بدايه سنه 2008 هوندا فهمت ان سوق الماكس سكوتر بقى اوسع والمنافسه زادت جدا، خصوصا مع ياماها تي ماكس اللي كان طفره حقيقيه في الفئه دي، وكنت عامل عنه فيديو كامل تقدر تروح تشوفه. التي ماكس لما نزل غير حاجات كتير جدا، بدا يجذب الناس اللي عايزه اداء رياضي اكتر، عشان كده هوندا قررت تاخد خطوه جريئه، لكن كمان تقديم نسخه اقوى عشان ترضي عشاق الاداء العالي. التطويرات الاساسيه في الجيل ده كانت لاول مره نسخه 300 سي سي من فورزا. هوندا كبرت الموتور وبقى 280 سي سي في نسخه فورزا 300، قوه حوالي 25 حصان وسرعه قصوى توصل ل 130 كيلومتر في الساعه تقريبا، وده اللي خلى السكوتر مش بس للمدينه لكن كمان ممتاز للطرق السريعه والسفر لمسافات طويله. تكنولوجيا حديثه اكتر، لوحه عدادات رقميه بالكامل لاول مره في الفئه، نظام فرامل اي بي اس اتطور وبقى اساسي في بعض الاسواق، تحسين استهلاك البنزين مع نظام حقن وقود انجكشن اللي كان فارق بشكل كبير جدا في الاداء، تصميم وتجهيزات احسن، شكل رياضي اكتر مع خطوط حاده وانسيابيه اعلى، مساحه تخزين اكبر تحت الكرسي بقت تكفي اكتر من خوذتين، كمان يعني خوذتين وحاجات زياده. كمان ضافوا فتحات كهرباء لشحن الموبايلات واجهزه جي بي اس مدمجه، ودي كانت خطوه متقدمه جدا وقتها. حتى الانتشار كان عالمي وواسع، فورزا 300 انتشرت بسرعه في اوروبا واسيا لانها قدمت التوازن المثالي ما بين الاداء والعمليه والراحه. هوندا كمان عملت نسخ خاصه في اسواق معينه بتجهيزات فخمه حبتين زي المقابل التسخين ومسائل الظهر للراكب. في الفتره دي فورزا 300 فعلا غيرت قواعد اللعبه واثبتت ان السكوتر ممكن يكون وسيله مواصلات عمليه وفي نفس الوقت ممتعه ومليانه تكنولوجيا. في 2013 هوندا قررت ان جه وقت التغيير الشامل، لان المنافسه بقت قويه جدا خصوصا من سوزوكي وياماها، والجمهور بقى عايز مزيج ما بين التكنولوجيا الحديثه والتصميم العصري، والنتيجه الجيل الرابع من فورزا اللي كان مختلف تماما عن اللي قبله. اكتر تطويرات واضحه في الجيل ده هي التصميم الجديد، شكل رياضي وحاد اكتر بخطوط هجوميه تديك احساس بالسرعه حتى لو هو واقف، لمبات اماميه وخلفيه ال اي دي بالكامل لاول مره، وده مش بس عشان شكله حلو لكن كمان اضاءته بقت اقوى. تكنولوجيا حديثه، ظهر لاول مره الدخول الذكي، يعني تقدر تشغل السكوتر من غير مفتاح.
تطوير لوحة العدادات بخليط ما بين الديجيتال والعدادات العادية عشان تبقى واضحة وسهلة القراية. نظام اي بي اس متطور اكتر ونظام تحكم في الجر، بس ما ده ما نزلش لكل الاسواق. راحة وتجهيزات عملية كمان. مساحة التخزين تحت الكرسي لسه كبيرة، فيها اضاءة داخلية عشان تبقى عملية جدا بالليل. كرسي اعرض مع وضعية سواقة مريحة اكتر للسايق والراكب مع بعض. الاداء كمان اتحسن. نسخة فورزا 300 بقت محركة اقتصادي اكتر مع حزم دوران اعلى، يعني تسارع احسن مع السرعات المنخفضة والمتوسطة. استهلاك البنزين بقى من الاحسن في الفئة دي علشان خاطر تقنيات هوندا في المواتير. انتشار عالمي واسع جدا. اوروبا بقت واحدة من اكبر اسواق فورزا، خصوصا في ايطاليا وفرنسا واسبانيا، لانهم بيحبوا الاسكوترات الكبيرة للمدينة والسفر. هوندا استغلت النجاح ده ونزلت نسخ خاصة بالوان وشعارات محدودة للاسواق دي. الجيل الرابع فعلا خلى فورزا تنافس ياماها تي ماكس بشكل مباشر لاول مرة من ناحية التكنولوجيا والشكل الجديد. في سنة 2018 هوندا عملت تحديث شامل للفورزا، بس المرة دي باختلاف. الجيل ده كان مختلف لأن هوندا بدأت تقدم موديلات مختلفة علشان تخاطب فئات متنوعة من المستخدمين، من أول الناس اللي عايزة سكوتر يومي صغير لحد اللي عاوز أداء قوي على الطرق السريعة. أهم التطويرات كانت تصميم ايرودايناميك محسن، شكل أصغر، أخف وزنا وانسيابية أعلى، مع خطوط حادة اللي بدأنا نشوفها في الجيل الرابع. الجزء الازاز اللي قدام بيتحرك لاول مره، ممكن تعدله عشان يناسب المدينه او الطرق السريعه، ترفعه او تنزله. التكنولوجيا المتقدمه، اضاءه LED كامله وعدادات مختلطه ما بين الانالوج والديجيتال، وشكلها شيك بصراحه. كمان الراحه والتجهيزات كان فيها شويه تحسينات. مساحه تخزين كبيره تحت الكرسي، ومنافذ شحن ودخول ذكي بقى اساسي في معظم الاسواق. كرسي كمان اعرض مع وضعيه سواقه تناسب المسافات الطويله اكتر. في 2021 هوندا قدمت اكبر واحدث جيل في تاريخ فورزا، مع نسختين خلت السلسله دي في مستوى جديد تماما. فورزا 350 اللي كان 330 سي، قوه حوالي 29 حصان، سرعة قصوى حوالي 137 كيلومتر في الساعة، يعني أقوى وأسرع بفرق ملحوظ عن النسخ اللي قبله. نقل الحركة CVT متطور للتسارع أنعم وكفاءة بنزين أعلى. تجهيزات فخمة زي الشاشة والدخول الذكي ومميزات تانية كتير. وفي الآخر جه دور الوحش الكبير، الفورزا 750. ظهر رسميا نهاية 2020 كموديل 2021. موتور 745 سي من عيلة مواتير اللي في NC زي NC 750X، مع نقل الحركة DCT لأول مرة في سكوتر من هوندا. بيخرج حوالي 58 حصان وسرعة عالية جدا، تخليه أقرب لموتوسيكل تورينج لكن براحة سكوتر. شاشة TFT بالكامل، كروز كنترول، وضعيات سواقة مختلفة زي رين وسبورت، تصميم ضخم وفاخر يخليها أقرب لفلاج شيب السكوترات في العالم. الجيل السادس ده فعلا خلى فورزا تنافس مش بس في فئة الماكس سكوتر، لكن كمان تقدم رفاهية وأداء يخليها شبه الموتوسيكلات الكبيرة التورينج في كل حاجة تقريبا ما عدا حجم الكاوتش. في الاخر من اول نسخة فورزا 250 سنة 2000 لحد فورزا 750 دلوقتي، السكوتر ده مش بس كبر في الحجم، ده كبر في الاداء، التكنولوجيا والراحة بشكل يخليه مرجع في عالم الماكس سكوتر. هوندا قدرت تمزج ما بين العملية اليومية اللي بيروح شغله كل يوم وعايز راحة واقتصاد في البنزين، ما بين الرفاهية والتكنولوجيا اللي تخليك تحس انك راكب سكوتر فخم بمستوى موتوسيكل تورينج. اسم كبير في اوروبا واسيا، وبقى ليه شعبية كمان في العالم كله، حتى عندنا هنا في الوطن العربي. الاداء والاعتمادية اللي خلت فورزا النهارده مش مجرد سكوتر، دي تجربة كاملة وبتديك كل حاجة ممكن تطلبها من وسيلة مواصلات بعجلتين، لدرجة انها خلت ناس كتير تسيب عربياتها وتبدأ تركب سكوتر بسببه. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، وشكرا على المشاهدة.